مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. عدنا اليكم من جديد في بث اخر من اجل تسليط الضوء على هذا الحادث الكارثي الذي كاد ان يخلف خسائر بشريه لولا الالطاف الالهيه. كما كتشوفوا معنا فالمحطه الطرقيه بمدينه زكان اهتزت صبيحه اليوم على وقع اقتحام مقهيين من طرف حافله يمكن ان نصفها بحافله مجنونه. كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعه الحال بعدما فقد مساعد سائق هذه الحافله السيطره على القياده، مخلفا كارثه بكل ما تحمل الكلمه معنا. كما كتشوفوا معنا هذا الحديث اللي استقينا يعني الاراء ديال مجموعه من الناس الحاضرين وشهود عيان الذين اكدوا لنا بانه الحادث يعود بالدرجه الاولى وبالاساس الى فقدان مساعد السائق السيطره على القيادة لينطلق بسرعة جنونية ويقتحم هذين المقهيين بعدما ارتطم بواجهتهما الخارجية. كما كتشوفوا معنا على المباشر خسائر فادحة بالجملة لحقت بهذين المقهيين. كما كتشوفوا فالحادث وقع عند حدود الساعة 6 من صبيحة اليوم، ولولا الألطاف الإلهية لوقعت كارثة غير محمودة العواقب ولا كان هناك حمام دم وسقوط ضحايا في الأرواح. لكن الله سبحانه وتعالى يعني جنب مدينة زكان كارثة كما كتشوفوا معنا على المباشر. فقط يعني هذه هي التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة والتفاصيل الخاصة بهذا الحادث المأساوي، هذا الحادث الكارثي. كما كتشوفوا معنا مجموعة يعني من الكراسي كسرت بالكامل كما كتشوفوا معنا على المباشر. فانتم كتشوفوا يعني ربما يعني الخسائر المادية الفادحة. ولله الحمد يعني فقط يعني المقهى كان خاليا من الرواد ديالو نظرا يعني للكون يعني الساعة اللي وقع فيها. يعني هذا الحادث كانت يعني الساعات الأولى من صبيحة اليوم عند حدود يعني الساعة 6 من صبيحة اليوم. يعني كانت يعني ربما يعني هذين المقهيين خاليين يعني من الزوار يعني وايضا من المسافرين اللي كيجيو يعني من كل حدب وصوب من اجل يعني شراء يعني المستلزمات ديالهم كما كتشوفوا معنا على المباشر. فالحادث خلف خسائر مادية فادحة كما كتشوفوا معنا على المباشر، وحدوث يعني فوضى عارمة كما كتشوفوا بالمكان يعني بالضبط يعني بالمحطة الطرقية كما كتشوفوا معنا على المباشر إخواني الكرام. ولله الحمد يعني الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح ولم يخلف أيضا جرحى نظرا لخلو المكان يعني من المسافرين. فربما يعني كما كنقولوا هذا هو الزهر اللي عند يعني هذا الشيفور. فلو كان يعني هاد المقهيين ممتلئين يعني بالزوار وبالزبائن لوقعت كارثة كبيرة جدا ولسقط ضحايا في الأرواح، لكن الألطاف الإلهية حالت دون ذلك كما كتشوفوا معنا على المباشر. متابعينا الأوفياء أينما كنتم سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، هذه هي التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة وهذا الحادث الكارثي وهذا الحادث المأساوي كما كتشوفوا معنا على المباشر. ففقط يعني الخسائر تبقى خسائر مادية بالدرجة الأولى، والحادث ما خلفش أي خسائر في الأرواح كما كتشوفوا معنا على المباشر. فالسبب الرئيسي للحادث هو فقدان السيطرة على السياقة كما كتشوفوا معنا على المباشر ولله الحمد. فكما كتشوفوا معنا فبطبيعة الحال يعني هذا الحادث ما خلفش يعني أي خسائر مادية، أي خسائر عفوا بشرية، باستثناء يعني هذه الفوضى الكبيرة التي أحدثتها هذه الحافلة التي يمكن أن نصفها بالحافلة المجنونة التي فقدت السيطرة على القيادة كما كتشوفوا معنا على المباشر. لا راه بديت معاه
فانتم كتشوفوا يعني حجم الخسائر الماديه التي لحقت يعني بهذين هذين المقهيين كما كتشوفوا معنا على المباشر وسط المحطه الطرقيه بمدينه إنزكان. أنتم كتشوفوا بطبيعة الحال يعني حجم الخسائر المادية الفادحة اللي لحقت يعني بهذا المحلين التجاريين كما كتشوفوا معنا على المباشر. فخسائر كبيرة جدا لحقت يعني بهذا المقهيين كما كتشوفوا معنا على المباشر، ولله الحمد يعني الحادث ما خلفش أي خسائر في الأرواح باستثناء الخسائر المادية اللي كاينه، يعني خسائر كبيرة جدا بعدما اقتحمت يعني هذه الحافلة يعني المقهى الأول يعني ودازت يعني المقهى الثاني كما كتشوفوا معنا على المباشر. فولله الحمد يعني كما كنقولوا داز السلامة وما كانتش هناك خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية الفادحة التي ترون معنا على المباشر. فصراحة خسائر كبيرة جدا بعدما اقتحمت يعني هذه الحافلة هذين المقهيين كما كتشوفوا معنا على المباشر. فهذه هي التفاصيل الخاصة بهذا الواقعة كما كتشوفوا معنا. صراحة كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.